انا جربت روتين بهاء حنيش وده اللي حصل. ده افضل روتين صباحي انا جربته، بقدر من خلاله اصحى بدري، اتمرن، اطور من مهاراتي وانجز كتير جدا. بس ده مش كلامي، ده كلام بهاء، وقال جملة عجبتني قوي بصراحة. قال ان ده ما كانش حاله من 3 شهور. من 3 شهور كان بيصحى في ميعاد الشغل، يا دوبك بيلبس ويروح الشغل وهو لسه مش فايق، وبعد الشغل بيروح تعبان ومش بيقدر يروح الجيم ولا انه يقعد يشتغل على نفسه او يطور مهاراته. ولكن حياته اتغيرت تماما بعد الروتين ده، وده معناه ان حياة الناس اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا مش بتبقى جاية بالسهل. مش كلهم اكيد، لان في ناس مصطنعة، بس ده مش حوارنا النهاردة. انا قصدي ان الناس دي تعبت علشان توصل لحاجة زي دي او لروتين زي ده، وحاولوا كتير وفشلوا كتير، بس ما استسلموش لحد ما وصلوا للي هم عايزينه. فانت لما تشوف حد بيعمل حاجة حلوة في حياته او واصل لحتة حلوة في حياته، صدق صدق وشجعه، وبلاش فكرة ان عقلك بيحاول يقولك ان ده بيمثل او كده علشان هو احسن منك، او بيعمل عادات او روتينه او يومه احسن منك. فصدق لما تشوف حاجه زي كده وقول ما شاء الله، او يا رب ابقى زيه او حاجه زي كده. بس بلاش تحقد عليه وتقول ان هو بيمثل او حياته فيك او كده، لان انت ما شفتش هو تعب قد ايه علشان يوصل للحته دي. وانا اصلا كان في حد كاتب لي كومنت على الفيديو بتاع روتين 5 الفجر اللي هيخليك مليونير، ولو ما شفتوش خش شوفه. كان بيقول لي ايه بقى يا معلم، ثانيه واحده، كان بيقول لي انت حياتك غريبه قوي، مش طبيعيه ابدا، مثاليه لدرجه الفيك، انا بكلمك بجد، ده مش طبيعي. وان يعني مستحيل حد ينتظم على الروتين ده بالشكل ده. بس ما علينا، دي سلسلة جديدة هجرب فيها روتين المشاهير، وفي اخر الحلقة هقيم الروتين ده من 10 وهقارنه بالروتين بتاعي اللي هو روتين 5 الفجر اللي هيخليك مليونير. وبرضه لو ما شفتوش خش شوفه، ممكن ابقى اسيبهولك في الايل هنا او هنا، او ممكن اسيبهولك تحت في الديسكريبشن. فيلا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، مع انها قناتي وانا حر فيها، بس لا لا، بهزر بهزر. بسم الله ويلا نبدأ. الروتين بيبدأ بالصحيان الساعة 5 الصبح، وأول حاجة بيعملها إنه بيتوضى ويصلي الفجر. بس أنا صحيت الساعة 4 علشان ألحق الفجر في الجامع. تكييف الجامع عشان بصلي الفجر. بحب على طول وانا رايح الجامع في الطريق كده بقرأ أذكار الصباح. أصلا الفجر لسه ما أذنش، أنا بروح قبليها عشان بقرأ قرآن يعني، بقرأ ورد القرآن وأنا في الطريق بقرأ أذكار الصباح. يلا بينا. ايه ده، الجامع قافل ولا ايه؟ إيه الهزار ده؟ يا جدعان الجامع قافل بجد، الجامع مفيش نور جوه، الجامع مقفول يا جدعان. مفتوح. ما دخلت الجامع مفيش نور حرفيا، مفيش ولا بني آدم. في ناس. طب فين النور ليه كده؟ الكهرباء قطع ولا ايه؟ الكهرباء قطع؟ هي عادي تقطع في الجامع؟ في كارت مخفف صوت. عادي بقى. الجامع النور فيه قاطع، يعني ايه ده يا جدعان؟ أول مرة أصلي في جامع والنور قاطع. بس أنا محتاج أخش أتوضى بس عشان يقوم الصلاة باين. خلصنا صلاة. هو بيتمرن مرتين في اليوم. أول مرة بعد ما بيصلي على طول بيلعب 100 ضغط. هو جاب 100 ضغط على 6 مرات، فهنشوف احنا هنجيبهم في قد ايه. فيلا بينا. لهوي. آه. آه. جبنا أول مرة 48، فهنشوف بقى هنجيب كام. كده أول مرة.
هو جاب على 6 مرات، هنشوف انا ولا هو هنكسب. يلا راوند 2. كده 80، كده مرتين. ان شاء الله نجيب 20 دي في مرة واحدة، ولو جبناها في مرة واحدة كده نبقى جبناها في نص الرقم اللي هو جابه. يلا بينا. ايه يا جدعان، مش قادر بجد. كده 100 جبناهم في 3 مرات. مش قادر، كل ده مفطرتش ولا اي حاجة. ف يلا نشوف بيعمل ايه بعد كده. وبعدين يروح يفطر، وهو بيحب يفطر شوفان ولبن وموز، بس انا مؤخرا ما بقتش احب الشوفان، فهفطر فطاري عادي. بياكل وهو بيتفرج على فيديوهات تطور من مهارة صناعة المحتوى عنده، وبعدين بيروح يعمل قهوة علشان يفوق. في حاجتين هو بيحب يأخرهم، اول حاجة شرب القهوة، تاني حاجة مسك التليفون. وانا من ساعه ما صحيت يعتبر ما مسكتش التليفون خالص. هو في الوقت ده بيحب يتعلم حاجات جديده، بعد ما بيفطر وبيشرب قهوه بيبقى في كامل طاقته، فبيحب في الوقت ده يشتغل على مهاره هو نفسه يطورها او بيتعلمها جديد. فهو بيتعلم الكتابه السريعه على الكيبورد، ويعني دي جت صدفه بجد يعني. انا برضو بقالي كتير قوي بتعلم الكتابه السريعه على الكيبورد، فقعد حوالي ساعه كامله بيتعلم على الكيبورد. هنقعد دلوقتي ساعه بنكتب على الكيبورد بس. فيلا بينا. بيخلص وبيطلع على الجيم، فيلا بينا. هو الجيم بتاعه في نفس العمارة، عقبالنا بقى ان شاء الله. بيحب يتمرن وهو بيسمع بودكاست علشان يستغل الوقت، وفي نفس الوقت علشان ما يسمعش اغاني، وبيحاول يشرب ميه كتير وهو بيتمرن. وبعد التمرين بيستحمى بميه سخنة علشان ما فيش ميه ساقعة في دبي في الصيف. بيخلص دش وبعدين بيبدأ في روتين العناية بالبشرة، بيغسل وشه بالغسول وبعدين بيحط كريم مرطب على وشه. كده خلصنا روتين البشرة والساعة بقت 10 الصبح. فتعالى نشوف بقى عملنا ايه من ساعة ما صحينا لحد دلوقتي. انا صحيت الساعة 4، اتوديت وصليت وعملنا 100 عدة ضغط وفطرت، وبعد كده قعدت اتدرب على الكتابة السريعة على الكيبورد، وبعدين رحت الجيم اتمرنت تاني تمرينة. ومش بس كده، انا سمعت بودكاست وشربت لتر ونص مية وانا بتمرن. فعملت اكتر من حاجة في وقت واحد وانا بتمرن، واستحميت بمية ساقعة وعملت روتين العناية بالبشرة. ده كله والساعة 10 والناس لسه نايمة او الناس لسه بتصحى وراح شغلها. وبعدين بيروح يعمل تاني كوباية قهوة، وبعدين بيلم حاجته ويروح الشغل. بس قبل ما يشتغل بيحط تو دو ليست للحاجات اللي المفروض يعملها. فاحنا مش هنروح الشغل، فاقعد اذاكر برمجة وانجليزي. بس قبل ما ابدا هحط انا برضو تو دو ليست للحاجات اللي المفروض اعملها. فنيجي لوقت التقييم. بصراحة هو روتين كويس وانجزنا فيه كتير، بس انا متعود اعمل حاجات اكتر من كده في الروتين بتاعي، اللي هو روتين 5 الفجر اللي هيخليك مليونير. كده الروتين بتاعي يكسب. ولو ما شفتش الفيديو بتاع الروتين بتاعي خش شوفه. فبصراحة هدي روتين 8 من 10. ولو انت شخص لسه بادئ تطور وتغير من حياتك وعايز روتين مش معقد ونوعا ما يخليك تنجز حاجات كتير، فالروتين ده ممكن يغير حياتك. وعارف ايه تاني ممكن يغير حياتك؟ انك تعمل سبسكرايب للقناه عشان تشوف الفيديوهات الجديده. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين نجرب روتين مين الفيديو الجاي، واكتر كومنت هيجيب لايكات هعمل روتين الشخص اللي مكتوب في الكومنت. وبس كده، سلام.